ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. مبدئيا كده انا يعني بعتذر على بشاعة المنظر يعني، بس انا حبيت انزله كده عشان خاطر اعرفكم الخلطة بتاعتي اللي بعملها. واللي مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نبتدي. هنا انا جبت معلقة ملح ليمون، حطيت في كل جنب ملح ليمون او معلقة ونص. وبعد كده جبت بيكنج صودا، برضو حطيت في كل جنب. وبعد كده هجيب صابون وهحط برضو في كل جنب. وبعد كده جبت خل، حطيت برضو في كل جنب عشان الخل برضو بينضف حلو جدا. بس وبعد كده يعني هخلط البوتاجاز كله بالمية، اجيب مية مغلية واحط على البوتاجاز كله واسيبه لمدة ساعة. هنا يعني سبته شوية، يعني ما كملتش الساعة شوية. هنا سبته عشان المواد تتفاعل مع بعضيها والزيوت تنزل والصودا ده كل ده ينزل. يبقى ايه المواد بتاعتنا اللي هي البيكنج صودا والملح ليمون والخل والصابون. تمام. وهنا بقى جبت بعد بقى الساعة بقى، جبت الفرشة. دي الفرشة الناعمة، انا هجيب واحدة خشنة دلوقتي وهتعمل بيها عشان تبقى اسهل معايا في التنظيف بسرعة. بس كل ما بتقعدي اكتر كل ما الدنيا بتبقى معاكي سهلة اكتر. وكمان لما بتحط مية مغلية بتبقى الدنيا سهلة معاكي. بص حتى هنا ما خدش وقت معايا. ليه؟ عشان كنت حاطه ميه مغليه والدنيا ساحت معايا بسرعه يعني. وكمان سبت كمان وقت ايه على البوتاجاز، يعني سبت شويه. حسيت الدنيا يعني الدنيا لا كويسه. جربوها وهتبقى يعني الدنيا حلوه معاكم ولطيفه معاكم. وبجد بعتذر بجد على بشاعة المنظر، بس انا حبيت انزلها لكم او يعني اعرفكم الطريقه اللي انا بتعامل بيها. واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. واللي حبيتوا تكتبوا اي تعليقات اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. ولو عايزين برضو تقولوا اي حاجه انا برضو يعني قولوا لي في الكومنتات، انا بحب اخد راي يعني الناس يعني. لو حابين تضيفوا اي معلومه اكتبوا لي في الكومنتات.
انا هنا خلصت الجزء اللي في النص، هنا يعتبر خلصته، مع اني انا مش بستعمل العين الكبيرة دي كتير قوي يعني. بس يعني التانيين بقى اللي في الجنب منهم والجنب اللي انا بستعملهم كتير يعني. حتى هنا بص انا جبت لكم ايه، جبت لكم اللي في الجنب دي بستعملها كتير، دي بستعمل العيون الصغيرة اكتر من العيون الكبيرة. اسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو وتشوفوا النتيجة في الاخر هتبقى ازاي. يا رب بس تعجبكم وتعجب ماما زي ما انا عملته لها، قلت لها لا هعملهولك. انا هنا خلصت، هنا يعتبر الجزئية دي برضو اللي هنا. هبقى هنبدأ بقى في الجزئية التانية. انتوا شايفين كمية الزيوت اللي في السلكة ازاي؟ مليانة زيوت، مليانة. يعني انا كمان كان الفيديو كان طويل قوي، بس انا ما حبيتش اطول عليكم يعني. انا مقطعه منه كتير قوي بسبب يعني بسبب يعني ان هو، يعني هو بالظبط يعني يعني هو كان اكتر من نص ساعة، بس انا خليته يعني ربع ساعة. ده بقى السواد دوت هو مش هيجي للاخر، بس ده اصلا ده حرق يعني، حرق في البوتاجاز. ان نوصل للنتيجة ديت يعني بجد، يعني النتيجة كانت مبهرة وحلوة جدا. وطبعا كل ما ايدك تبقى فيه، يعني كل ما الحاجة ديت السمار دوت بيطلع وما بتلاقوهوش تاني. يعني هو اصلا كان قبل كده، قبل ما اصور كان اسود من كده، فاهمين ازاي؟ يعني هو كان اسود من كده، بس من كتر ما ايه يعني، انت كل ما ايدك تبقى فيه كل ما الحاجة ما بتخف. انا كده يعتبر انا خلصت، يعني خلصته كده.
وهبدأ بقى يعني انشفه. يعني القماش اللي انا بستخدمها دي اكيد هرميها يعني عموما، وهرمي السلك اكيد يعني. يعني بعد كل ما بعمله صراحة يعني برمي السلكة وبرمي القماشة. يعني بجيب حتة قماشة نضيفة كده وبرميهم هما الاتنين، عشان دي طبعا زيوت، ومهما تعملي تغسلي فيها برضو يعني هتبقى زي ما هي. عايز تنشفي بمناديل ورق مفيش اي مشكلة. انتوا شايفين هنا الدنيا بدأت تنور ازاي؟ يعني بقى يعني لا بقى الدنيا لطيف عن الاول خالص، المنظر اللي احنا شفناه في الاول بجد يعني. الدنيا لطيفة وحلوة احسن من الاول بكتير. ويا رب تكون يعني الفكرة عجبتكم، وبرضو يعني قوليله ارائكم. واللي منزلش يشترك في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وطبعا عيون البوتاجاز انا عملتها في فيديو لوحديها عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم قوي. بصوا بقى النتيجة بقى، يعني يا رب تكون عجبتكم النتيجة. ويعني بصوا يعني بجد يعني النتيجة كانت مبهرة. في الواقع اصلا الدنيا بتلمع
هي الدنيا ديت يعني انا عجباني يعني الى حد ما. يا رب تكون هي عجبتكم والفكرة عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا السواد دوت ده اصلا ده حرق، وكويس احنا وصلنا للنتيجة دي. كان افظع من كده، وكويس ان احنا وصلنا للنتيجة دي. بس ويعني يا رب يكون الفكرة عجبتكم والخلطة عجبتكم، وما تنسونيش في الاشتراك وفي اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده ويا رب يكون عجبكم الفيديو. وطبعا الفيديو العيون البوتاجاز هنزله في فيديو تاني عشان الدنيا تبقى خفيفة معاكم، ما يكونش الفيديو طويل.